تتفوق في السنوات الأخيرة في الكثير من الأحداث. العد التنازلي لضربة البداية صفرت حكم المباراة النرويجي بسم الله وعلى بركة الله في شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا كل الأماني، تمريرات راحت إلى ربيع حريمات لاعب خط الوسط المغربي، والكرة اللي بتتحول في الجهة اليمنى في التمرير. عبد الرزاق حمد الله يعود من الإيقاف لكن في دكة البدلاء. طارق السوداني في دكة كان سليم لمصلحة المنتخب المغربي. شوف النقلات، شوف التمريرات مغربية، فيها انطلاقة، فيها تمريرة، فيها تصويبة، لكن حارس المرمى حمد المقبالي. هذا موعد يريدونه للأحلام، والأبيض يريد تحقيقه. هنا الانطلاقة، هنا التمريرة، الله الله، التصويبة الأولى، الكرة والتهديد الأول. يا كايو كان في بالإمكان أفضل، كانت عندك المساحة، كان يحيى بجانبك، كان ممكن التسديدة تكون أكثر دقة. في بطولة كأس العالم الماضية هنا في قطر، وتريد أن تستعيد لقب كأس أفريقيا، لكن الآن الكرة، الله الله، يا برونو اختر زاوية، يا برونو قمت بالصعب، اختر زاوية، مستحيل اللقطة. شوف المرور بعد التمريرة، شوف كرة بترجع مرة أخرى في مكان، راحت الكرة في الجهة اليسرى، عرضية روسية، الله، المغاربة يتقدمون بهدف عن طريق كريم البركاوي كالعادة في مباراة في الدقيقة 28. كرة عرضية، شوف اللقطة، شوف كيف يترك حمزة موسوي هنا بدون رقابة بدون ضغط، يرسل كرة عرضية. شوف كريم البركاوي، شوف هنا يأتي بدون أيضا رقابة أيضا، ونجاح من جانب روبن، يرتقي هنا ويضع كرة. كريم البركاوي اللي يتواجد في فريق الظفرة وفي دورينا هو كريم أيضا، ويعرف لاعبينا ويسجل هدف المنتخب. خلينا نقول شيء من القلق بعد هدف أول، وكرة ثابتة خطيرة راسية. ساشا يبعد الكرة، تعود الكرة الآن باتجاه بلكسون للمنتخب المغربي، خطيرة، تصويبة، الله يا المقبالي، الله يا حمد، يتصدى لهدف محقق للمنتخب المغربي في هذه اللقطة. برافو لحمد المقبالي، شوف الزحزوح وشوف التصويبة وشوف اللقطة التي تحولت إلى ضربة ركنية لمصلحة منتخب المغرب الشقيق في تصويبة قوية كانت عن طريق والكرة تعود، والكرة بتصل إلى يحيى الغساني في مكان، يا يحيى بيرسل له كرة، ما زالت المحاولة، ما زالت التصويبة، لكن الكرة إلى خارج الملعب. منتخب الإمارات يا الله فرحهم، يا الله فرحهم، عرضية راسية، لكن الكرة من ساشا إلى ضربة ركنية ستكون على يسار حارس المرمى. شوفوا نتابع الوقت بدل الضايع، انتهى، صفرت حكم المباراة. هل أطلق صافي مباراة النرويج ياسين اسكاس لشوط المباراة الثاني على بركة الله، شوط آخر لتعديل النتيجة، للعودة مرة أخرى لتقديم ما يستحقه هذا نستطيع أن نخلق فرص ولكن ليس على حساب الدفاع. يحيى الغساني فيها التمريرة، فيها نقلات، فيها تصويبة، الله الله، مستحيل اللقطة، يعني فرصة كادت أن تقلب المباراة مرة أخرى، مش ممكن. شوف اللقطة، شوف اللعبة، شوف الكرة، شوف التيكي تاكا، عرضية، روبن يصوب، هل كان متسللا كايو لوكاس؟ الكرة بعد ذلك والفرصة بتضيع، والكرة بتتحول مرة أخرى من جديد في اللقطة الماضية في القائم، لكن يا ساتر شوف لومبيري الآن من أجل جماهير حضرت، من أجل بلاد تنتظر، عرضية، الله، مستحيل اللقطة، راسية كانت
قريبة وكأنها لقطة دروغبا على البايرن. يا للكرة يا للكرة، هل لمست العارضة؟ نعم لمست العارضة. شوف الكرة وشوف هذه اللقطة، يا ساتر يا ساتر. في دورينا ولعبوا هنا مع أنديتنا ولا شك ارتبطوا بذكريات كبيرة جدا مرورا بالجيل الحالي، لكن الكرة باتجاه بلكسوت. الحمد لله يا وليد أزارو، أنت تلعب معنا يا وليد أزارو، تذكر ذلك. شوف اللقطة، يعني كم متسلل شوي، كم متسلل أعتقد في اللقطة الماضية، لكن عرضية يا ساتر ورأسية من وليد أزارو، لكن مرت بسلام هذه اللقطة. ضيعنا فرص في شوط الممتاز، يحاول فيها الكرة بترجع إلى سلطان عادل، والتمريرة راحت إلى خيمي، المحاولة يا ريتشارد يا ريتشارد يا ريتشارد. الله يا سلطان عادل، ضربة ركنية كانت تريد ارتقاء أكبر، وصولا أكبر، ما زال هناك وقت وهناك نداء. حاولوا أن تجيبوا، حاولوا أن تجيبوا. ضربة ركنية، علي صالح على تنفيذ ضربة ركنية بكرة عرضية رأسية. التصويبة 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 يا رب، المتابعة، لكن الكرة وصلت إلى حارس سامية في مكان. تعود الكرة مرة أخرى، عبد الرزاق كنترول، بعد ذلك هتاخذ، راحت للخطير عبد الرزاق حمد الله، راحت للخطير عبد الرزاق استلم، عبد الرزاق سلم. المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية بهدف سجله عبد الرزاق حمد الله بأهداف الآخرين، بأهداف الآخرين. أشرف المهداوي يشرف وتسجل هنا. هكذا تزداد حسرتك على الفرص التي لا تسجلها هناك وتستقبلها هنا. شوف عبد الرزاق، شوف الودو، شوف النقلات، شوف أشرف المهداوي. هذا هدف سجل السكتاوي. البدلاء اللي نزلهم، البدلاء اللي نزلهم أشرف المهداوي لاعب فريق التعاون، عبد الرزاق لاعب فريق الشباب. النقلات، التمريرات، وهنا الإشراف على إنهاء هذه اللقطة بعد أن اصطدمت المدافع وتحولت إلى يظل جمهور الإمارات هو أكثر من يستحق الإشادة، الأكثر من يستحق التقدير. التحية تحية حقيقية لكل جماهير الإمارات الوفية التي حضرت وتواجدت، وهنا فرصة أخرى يحسمون من خلالها كل شيء. عبد الرزاق حمد الله لا يشارك هنا إلا ليقوم بهوايته وينهي كل شيء الذي لا يجيد شيئا أكثر من ذلك. نعم، ولا يعرف دائما سوى تسجيل الأهداف في كل المناسبات. دقائق بسيطة لكي يتمركز، هفوة دفاعية، هذا الكارتي. كنا نتمنى على الأقل أن تكون الخسارة على الأقل بنتيجة 1-0، لا أن يتم الانهيار في الدقائق الأخيرة. طارق السكتاوي ينجح في تغييراته، في تبديلاته. شوف وليد الكارتي، شوف العرضية، وشوف هنا الهفوة، وشايف عبد الرزاق حمد الله ينهي كل شيء. هارد لك لجماهير الإمارات، حظ أوفر لجماهير الإمارات. صافرة حكم المباراة. الصافرة مشاهدينا لأحداث هذه المباراة. المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية كأول الموصلين إلى نهائي بطولة كأس العرب. منتخب الإمارات يخرج بعد أن خسر في الدور نصف النهائي في هذه المشاركة من أمام المنتخب المغربي الشقيق. انتظار، ترقب كبير. البيت وملعب البيت كامل العدد. يبدو كذلك الأمر في هذه المباراة التي تنطلق الآن. نواف العقيدي، علي مجرشي، حسان تنبكتي، وليد الأحمد نوردون الذي يريد الآن عودة كل لاعبي المنتخب السعودي في اللحظات الماضية. كرة تصل في الجهة اليمنى. المنتخب الأردني هل من ردة فعل؟ نعم للأمام، وحارس المرمى لعقيدي في الكرة
السعودي الكبير في مدرجات استاد البيت. رمية تماس على شكل ضربة ركنية تذهب كذلك وتصل هنا، والتسديدة تحضر، والكرة بعد ذلك مرت بسلام اعتقد من نواف بوشل، اعتقد انها هي كانت من نواف بوشل في الكرة الماضية. نعم وصلت هنا، وبعد ذلك تهيأت للقادمون من الخلف، وكانت بالفعل من نواف بوشل مرت بسلام على مرمى المنتخب الأردني. حتى الآن أتحدث عن حتى الآن المباراة بلا فرص حقيقية على المرميين في هذه الليلة. عبد الله نصيب، الجماهير في المدرجات لديها من التقليعات والتفاعل الكبير. تنباكتي ونواف العقيدي، نواف العقيدي في الكرة الماضية عند حارس مرمى المنتخب السعودي. ومن رمية تماس تلعب عالية وتصل الأمام ويأتي الإبعاد، والكرة مستمرة. حاول أبو الشامات في الكرة الماضية مرة أخرى، التسديدة موجودة، اصطدت هنا، والسعودي يرفع إيده، السعودي يرفع ايده يطالب حكم المباراة. بماذا؟ هذه الكرة هنا الابعاد، هنا التسديدة القوية التي اصطدت، وصلت بعد ذلك. هل كانت هناك لمسة يد؟ هكذا يطالبون في الكرة الماضية. وهنا حكم المباراة خوان جابرييل بينيتيز يشير الى ماذا؟ على مستوى أن الشوط الأول بلا فرص تذكر، ولكن ربما جاء الحدث الماضي لأن يصنع إثارة كبيرة. لا وجود لخطأ، هكذا يقول، لا وجود للمسة يد، أو لا وجود لتعامل، أو لا وجود خارج أرضية الملعب. وأبو الشامات، صافرة حكم المباراة يبدو لي حضرت، نعم صافرة حكم المباراة حضرت، وبالتالي شوط أول نعم في هدف نظيف. ماذا عن السعودي على عمان 2-1 في المباراة الأولى، على جزر القمر 3-1 في المباراة الثانية، وبذلك بعد ذلك راح بعض اللاعبين، خسر أمام المغرب بهدف نظيف. وجاء في مباراة فلسطين مباراة العمل الكبير الفوز في تلك المباراة 2-1. خطيرة، فرصة هي الأولى، فرصة هي الأولى في بداية الشوط الثاني، والشرارة الأولى أردنية، الشرارة الأولى أردنية من نزار الرشدان في مباراة نهائية في دوري أبطال آسيا. ولدينا يزن انعمات، ولدينا المدرب جمال السلامي. هذا الرجل له قصة، عندما كان طفلا والده بالمناسبة كان عاملا كهربائيا، ويتعود مرة أخرى إلى الخيبري في المكان السليم. هذا العبود، هذه انطلاقات العبود، هذه الكرة الآن، هذا مجرسي يأتي بالعرضية سهلة عند يزيد أبو ليلى. يبدو لي هكذا تقول الصورة بأننا مقبلون. يكفي أنه قدم للكرة السعودية الرجل الذي أهداهم اللقب الآسيوي الأول، خليل الزياني. عالية تلعب وتبعد. الكرة الماضية للمنتخب السعودي، ناصر الدوسري، طالت عليه لا زالت، لا طالت الكرة الماضية. هذا ناصر الدوسري في الكرة الماضية. هنا لاحظ الكرة التي لعبت، أبعدت من نواف العقيدي، لاعبوا من جانب الدوسري. ناصر تعود الآن، الأردن أخطر، الأردن الآن في هذا المكان، محاولة المرور، العرضية تحضر، ولكن أيضا يحضر نواف العقيدي. شاهدناه في الصورة أكثر، نشاهد نواف العقيدي في الصورة الآن، وبعد ذلك ربما الآن يريد منتخب الأردن أن يقول كلمته في الكرة الماضية. تعود للمنتخب الأردني مرة أخرى عن طريق محمود مرضي. عالية، خطير، الله النشامة تحلق عاليا في سماء العرب، النشامة تحلق عاليا في سماء كأس العرب. هدف يرتقي له لاعب المنتخب الأردني عاليا، ويسجل الرشدان يهدي الأردن هدف المباراة الأول. ارتقاء خيالي في لعبة الهدف، هذه اللعبة، هذا الارتقاء، الله هذا الارتقاء
من الرشدان. الرشدان هنا وصل، هنا سجل الرشدان، هنا بالتالي النشامة يحلقون عاليا في سماء الدوحة وفي سماء كأس العرب ويسجلون الهدف الأول في المباراة، يتقدمون بالهدف الأول، يشعلون المباراة، يصدرون الشرارة الأولى في المباراة. الآن الضربة الحرة المباشرة، تنبختي يتقدم وسالم الدوسري ياتي بكرة تلعب للأمام والكرة لا زالت سعودية في هذا المكان في راس البريكان. المحاولة مستمرة، التسديدة من الخيبري بعيدة، هذه بعيدة يا عبد الله، بعيدة يا عبد الله، بعيدة يا عبد الله. الخيبري في الكرة الماضية هذه من الكرات المفضلة طبعا. بعد ذلك للمنتخب السعودي نواف بوشل ياتي بكرة في هذا المكان اللي وكانه بعد ذلك للجوير، عرضية خطيرة في هذا الله يزيد أبو ليلى في المكان المناسب في إنقاذ لعبة مرضي. سيترك أرضية الملعب هذه اللعبة في هذا المكان. المحاولة من البريكان، بعد ذلك كان سالم الدوسري قريبا لكن المدافع هذا تصدي من كرة البريكان في هذا المكان في خط الستة، ابعاد من جانب يزيد ابو ليلى. الابطال السابقين لان المغرب سبق وان توجد ولان السعودي توج مرتين. هذه كرة يتركها في هذا المكان، تصبح الان مرتدة لعلي علوان، حاول تقدم خطيرة وصلت نواف العقيدي. هذا الخطير، تقترب الأردن أكثر فأكثر. محاولة من جانب مجرشي لجوير، كرة سالم الدوسري في الكرة الماضية خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية، لكن يفقدها كذلك. تعود لصالح المنتخب الأردني عن طريق أبو زريق، لعب منذ مشاركته يقدم عمل كبير، يذهب للأمام الآن، يستمر في التقدم، سدد سهلة، هذه ما كانت قوية لكن لعيب أبو زريق. المرور بالكرة الماضية بعد ذلك في متناول حارس المرمى والأردني يقاتل، والكرة من سالم الدوسري اللي بصعب لجوير، تلعب للأمام، هذه خطأ. الله من امام صالح الشهري. الكرة الماضية هذه اللعبة مرت ما توقعها اطلاقا، ولذلك بالضيع انت يصعب بالفعل. نعم منظم جدا، هذا عمل تدريبي كبير لا شك في ذلك. حتى الان نحن امام المنتخب الاكثر ثباتا. هذه اللقطات هذه خطيره في هذا المكان، فرصه لسالم وسالم يسدد وهي بعيده، وسالم يتحدث مع حكم المباراة والسعوديون يتحدثون مع حكم المباراة، لكن فيها كرة خطيرة جدا بعد ذلك، ولكنها وصلت للمنتخب الأردني المتماسك في اللحظات الأخيرة. كرة تلعب في هذا المكان، والكرة بعد ذلك تلعب وتبعد، والصافرة تحضر واللحظات الأخيرة، وعلي علوان يحصل على خطأ في هذا المكان. طبعا هذا خطأ يريح الأردن، وهذا خطأ يجعل السعودي يتراجع للخلف، وهذا خطأ أيضا لا شك أنه يخلي بعض الثواني تمر، وهذا خطأ لا شك أنه حصل عليه في هذا التوقيت اللاعب الأردني. اللعبة التي كانت مع طبعا وليد الأحمد، وكما يقولون المصائب لا تأتي فرادى فيما يتعلق. طبعا السعودي متأخر في النتيجة. هل هناك قرار في لعبة؟ لنستمع. After on-field review, the player number 14 committed the 9 obvious goal score opportunity. Final decision, red card. حالة طرد. يقول بأن اللاعب رقم 14 هنا وتعمد إصابة اللاعب الذي كان في حالة انفراد كاملة، وبالتالي القرار إلى حالة طرد. كما ذكرت المصائب لا تأتي لاعبي المنتخب الأردني، وتأتي صافرة النهاية ويعلنها حكم الباراغواي. مبروك للنشامة، مبروك للأردن التأهل
للمباراة النهائية في بطولة تاريخية لا شك في ذلك قدمتها الأردن من البداية.